ما غير هالحسابات القذرة. تريد أن تسقط أي مرشح من عين الناس حتى بعدين كلامه يسقط. ولاحظ الحين اللي بيصير، يريد هدم الدين. أبو جهل أنا ترى اسمي يا أحمد، ليش هدم الدين؟ لا، أنا معترض على مواد داخل كتب الدين تثير الفتنة ما بين مذاهب اللي موجودة في الكويت. شنو هالكلام هذا؟ لكن عادي اجتزئ واضغط، الآلة الإعلامية موجودة، والله يخليك دونت لوك اب. كلام انقال قبل 9 سنين يمكن في مقابلة، إلى اليوم يسألوني أنت بتلغي التربية الإسلامية؟ هذا اللي سألني ايش درى؟ إن هذول يكررون على طول. أنا بقول لكم شيء خاصة حق إخواني يعني المتدينين، أنا ما أقول لكم صوتوا حق واحد ما يشابهكم، روحوا صوتوا حق يشابهكم، بس وانت رايح تصوت كبر عقلك، كبر عقلك ولا تصدق. واللي قاعد يقول لك بيهدم دين ما يهدم دين، قول له ترى الرجال هذا ما هو جديد، هذا 4 سنين عضو، ايش عطاك من اختراع يهدم الدين ولا يثير المجون في البلد ولا يهدم الأخلاق؟ اقتراح واحد، تصريح واحد، شنو هالكلام؟ لكم بالعمل ما لكم بالأقوال. شايف بعينك أنت 4 سنين، مع ذلك الآلة الإعلامية دونت لوك اب، هذا يريد أن يهدم الدين، هذا أخلاقه مو زينة. توقع هجوم آخر نفس الشيء، آخر واحد وآخر هجوم توني شفته بشارككم فيه، والله لو عندنا وقت كان حطينا لكم. آخر واحدة إن أنا ويا أخوي ندير مزارع للحشيش والله وبالله، اي والله تسمعينها، اي والله توني قاريها. لا، ونبيع للجيش الامريكي، انا بعرف الجيش الامريكي ايش حق يحشش. شو الفكره يعني؟ حفظك جزاك الله خير على راسي. وإن شرينا بيوت باليرموك من فلوس الحشيش. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يحفظك. لكن الفكره وين؟ الآن هل هذا الكلام فيه شيء ولا انتقاص من كلام احنا قلناه ولا انتقاص من الشخص؟ هذه أخلاق الإعلام المعاصر أو مدعين الإعلام.